خوارزمية الموت تم تفعيلها. الواحد بيسمع إن الذكاء الاصطناعي ممكن يتوقع حاجات كتير، الطقس، أسعار الأسهم، ممكن حتى الأمراض. بس اللي عمري ما كنت أتخيله إنه ممكن يشوف نهايتك وهي واقفة وراك بالظبط. الحكاية بدأت من أسبوع كنت شغال على كود فكرته بسيطة، برنامج ذكاء اصطناعي بيحلل ملامح الوش عشان يتنبأ شكل الواحد هيبقى عامل إزاي بعد 50 سنة. والحقيقة جربته على كل صحابي، والنتائج كانت بصراحة مذهلة. يعني أحمد وسارة، حتى لما جربته على صورة والدي، البرنامج كان بيطلع أدق التفاصيل، التجاعيد، الشعر الأبيض، كل حاجة واقعية لدرجة خض. كان شغال زي الفل، مفيش غلطة. وفضلت الأمور ماشية تمام لحد ما جت اللحظة دي، اللحظة اللي الفضول فيها قتلني والشيطان لعب في دماغي، وقررت إني لازم أجرب البرنامج على نفسي. دخلت أوضتي، قفلت الباب بالمفتاح، ما كانش فيه أي حد معايا. قعدت على مكتبي وفتحت كاميرا اللابتوب عشان أخد صورة لنفسي. أنا فاكر كويس، كنت قاعد في مكاني والأوضة ورايا كانت فاضية تماماً، مفيش أي حاجة. المهم خدت الصورة ودست على زرار المعالجة وقعدت مستني. بس الغريبة إن المرة دي الموضوع مطول، الجهاز مطلعش النتيجة على طول زي كل مرة. بالعكس، حسيت باللابتوب بيسخن تحت إيدي، وصوت المروحة بدأ يعلى ويعلى بشكل غريب. وفجأة الشاشة نورت رسالة غريبة عمري ما شفتها قبل كده: تحذير، تم الكشف عن كيان في الخلفية. إيه؟ كيان إيه؟ كيان إيه اللي في الخلفية؟ ما أنا قاعد لوحدي في الأوضة والباب مقفول. قلبي كان بيدق بسرعة، وبعد كام ثانية كانوا عاملين زي الأبدية. الصورة ظهرت أخيراً على الشاشة. بس دي ما كانتش صورتي وأنا عجوز، لأ، دي كانت صورتي هي بالظبط، مفيش شعر واحدة اتغيرت. بس كان في حاجة تانية. في الركن الضلمة اللي ورايا في الصورة كان في زي صندوق أحمر صغير. بصيت أكتر، لقيت فوق الصندوق ده كان في عداد بينور ويطفي 10 ثواني. اتخضيت، من غير ما أفكر للحظة فتحت نافذة الشات بتاعة البرنامج وكتبت بسرعة وإيدي بتترعش: إيه ده؟ أنت شايف إيه ورايا؟ ده باج في الكود ولا إيه؟ ولقيت الرد بيتكتب حرف حرف على الشاشة بصوت آلي بارد مفهوش أي مشاعر: أنا مش شايف أي عيب في الكود يا ياسين، أنا شايف مستقبلك دلوقتي. هو مش عايزك تعجز، هو عايزك دلوقتي. وهنا الدم جمد في عروقي، وبكل بطء، كل بطء ممكن في الدنيا، بدأت ألف راسي ناحية الركن الضلمة اللي ورايا عشان أشوف إيه اللي موجود هناك وشفته.